ياه هلا بأحلى فراشات. بيبتدي مسلسلنا بالسكرتيرة شين وهي فاقدة السيطرة على نفسها ومش مدركة تصرفاتها ولا قربها الزايد من رئيسة شو. كل اللي عارفاه إنها محتاجة القرب وبس. فتعالوا بينا فراشات نشوف بنتنا البائسة ناوية تعمل إيه. بس قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفني ما تنساش لايك واشتراكك في القناة لأنه بيفرق معايا جدا. ويلا بينا نبدأ الحكاية. بتفوق شين على قربها من المرتفعات. هو ده الشغل المطلوب. بتفتح عينيها بهدوء والابتسامة مسيطرة عليها، بس كل ده بيختفي بمجرد ما بتظهر الملامح. حار اسود، ايه اللي انا هببته ده؟ يعني هي رجالة الكوكب كلهم خلصوا وما كانش فيه غيرك؟ وبتفتكر ليلة امبارح في الاجتماع الخاص بالشركة، ودي كانت النتيجة اللي قدرت اوصلها علشان المشروع الجديد. بيتفاجئ الكل انها بتعرض تقارير فحص النساء، واللي بيوضح انها في حالة ميؤوس منها. بتحس وقتها ان كل حاجة انتهت. ازاي التقرير ظهر مكان المشروع؟ ووسط الصدمة بيقاطع التفكير صوته الحاد اللي بيتعمد يحرجها قصاد الكل. آنسة شين، احنا هنا الشغل وبس. احنا مالنا بهرموناتك؟ بالتقرير ده انت جنيتي على نفسك وعايزة تطلعي معاش مبكر. بصوت هادي بتحاول تداري احراجها. اسفة يا سيدة شو، ده كان غلط مني. آنسة شين، انا بدفعلك فلوس علشان اشوف شغل، إنما اللي أنا شفته ده اسمه استهتار. أنا مش دكتور نسا. وبيقرب عليها فجأة. ده التحذير الأخير، المرة الجاية بطردك. بيجي الليل وبتقعد تشرب علشان تنسى اللي حصل. خليني أقولك سر، شو ده مش إنسان، ده التلاجة وما يعرفش يعني إيه رحمة. يا كنت عايزة أعضه. بتحاول الصوت هديها. طيب اهدي وكل حاجة هتبقى كويسة. أنا اشتغلت معاه 5 سنين، وفي ال5 سنين شغال 24 ساعة. هو كل يوم يكسب مليار زيادة وأنا كل يوم أخسر أنوثتي. وبصوت ملا المكان. أنا خلاص ما عدتش متحملة الشغل معاه. يشوف بقى مين هيتحمله. اهدي، خدي نفس. أيوة، بهدوء. انتي مش الدكتورة قالتلك انك لازم يبقالك حبيب وتركزي على حياتك أكتر وتنسي بقى ضغط الشغل؟ طيب ايه رأيك في ده أو ده؟ لا، ده شبه الفرخة الدايخة. بتتعصب سو، ما هو انتي بقيتي كده بسبب اسلوبك ده. قلبك مقفول بأسمنت يا ساتر. لاني مش هقبل غير بالأجمل. انا مش هصوم وافطر على بصلة وفي البيت بتتفاجئ بيه. انت بتعمل ايه هنا؟ صحيح. علشان تجبرني اشتغل 24 ساعة خليت العمال يخصصوا لي مكتب في بيتك، وكانت هتمشي بيمنعها. شين، كنت فين؟ انا رنتلك 14 مرة وانت مالك؟ وكانت هتقع بيلحقها. وعن قرب لأول مرة بتلاحظ وسامته. قد ايه انت لطيف. آنسة شين، انتي عقلك فين؟ مش عارفة ان الوقت ده للبنت غلط عليها؟ بتتعصب من تحكماته ودور المثالية اللي عايش فيه. طب تعالى، وبتديله فراشة. هار السود. بيحس وقتها بمشاعر مش قادر يسيطر عليها. وهاتك يا فراشات. بتفوق من ذكرياتها وهي بتقول لنفسها أنا استاهل ضرب الشبشب. أعمل إيه في المصيبة دي؟ بتاخد كل حاجة تخصها وبتجري في هدوء قبل ما يفوق ويدرك اللي حصل. وفي الشركة بيوصل تشو وسط احترام الكل لوجوده وبيقدموا تحية. بيقف قصاد مكتبها وبيسرح في ليلة امبارح. بقى كده انتي اتجرأتي قوي واستخدمتيني كعلاج. بيمر الوقت وبيتفاجئ بيها بيحاول يتعامل ببرود. غريبة، كنت فاكر إن الآنسة شين أرهقت من ليلة امبارح. خبيث. بتتجاهل كلامه. سيدة شو، ده تقرير مشروع ليلة امبارح ودي استقالتي. آنسة شين، انتي حسيتي بالإحراج. بتتجاهل كلامه تاني. أنا مش حابة أكمل شغل. اللي حصل ليلة امبارح أنا هنساه. وأنا قلت إني عايزة أستقيل، عايزة أشوف نفسي بقى، ألاقي حبيب وأعيش زي أي بنت. طب ما انتي ليلة امبارح كنتي. من فضلك، مسمحلكش. وبتحاول تهديه. أنا ما كنتش في وعي. وبعدين انت ما كانش ليك أي تأثير، انت خلاص كسرت ال30. يعني بقيت فستك، أو بمعنى أصح بقيت منتهي الصلاحية. كلامها بيزيد غيظه. أنا بقيت منتهي الصلاحية؟ ده انت يومك اسود. هاي، انت اتضايقت؟ خلاص، افصلني لو قادر. وانت عارف ان في فصلك ليا هاخد تعويض مليون، واروح اشوف لي شاب حليوة كده صغير يرجع لي الحيوية والنشاط. تمام، وانا وافقت على استقالتك. بتفرح انها قدرت تعصبه علشان يوافق. شكرا سيدة شو. يعني الليلة آخر يوم ليا في الشغل. لحظة، كان ليكي مكافأة 500,000.
بس للأسف دي لسه هتتصرف بعد شهرين، بس بسبب استقالتك يعني مفيش مكافأة. يا حضري لي قهوة. بس كده عيوني. بيمر الوقت وبيلاحظ إنها نايمة وقت الشغل، ووسط استغراب الكل من تصرفاتها بينتهي الوقت، وقبل ما يتكلم بتسيبه وبتمشي. أنا من اللحظة دي نفسي ثم نفسي وتبا للآخرين. بيتفاجئ الكل من أسلوبها الجديد، إزاي بتتكلم كده مع رئيسة شو، وعند سو بتقعد معاها يتعشوا سوا، بتسألها وصلت لإيه، ويا ترى اللي حصل جاب مفعول ولا لأ. للأسف لأ. يعني من جوه هلا هلا، ومن بره يعلم الله. طب والعمل؟ وعند تشو بيقعد حزين بيقرب جون صاحبه اللي بيقول أنا نفسي أفهم أنت شاغل بالك بيها ليه؟ ما تستقيل يا سيدي. بيقول وقتها بمشاعر متلخبطة شين معايا من 5 سنين، عرفتها وهي لسه متدربة ودلوقتي كبرت وبقت السكرتيرة الخاصة بيا. أنا ما ينفعش أخسرها، شو ما ينفعش يخسر من الأساس. بيقول وقتها جون بمكر بس مفيش مدير بيعمل السكرتيرة أوضة في بيته. أنا حر، وكلمة كمان عنها المكان اللي انت ساكن فيه ده هطردك منه. علم وينفذ. تاني يوم في الشركة بيتفاجئ الكل بلبسها بيقرب تشوه بياخد نفس علشان ما يتهورش. هاي أنسة شين، لبسك ده شفتيه كويس قبل ما تخرجي بيه؟ سيدة شو يعني الحق عليا اني مش عايزة اضيع وقتي في اللبس، فجيت من السرير على هنا على طول. تمام، بما انك شاطرة قوي كده خلصتي المشروع الجديد؟ حبة وحبة. والحبة التانية امتى؟ لما تزيد محبة. أنسة شين انتي عايزة تشليني؟ في اللحظة دي بيوصل الأسانسير وقصاد الكل بتقفل الباب وبتسيبه. هي مالها بردت كده ليه؟ بيمر الوقت وبيلاحظ إن المكتب بقى جنينة، بيحاول يتمالك أعصابه. أنسة شين أنا رايح لحفلة، تعالي معايا. سيد شو أنا موظفة مهتمة بصحتي وبرفض العمل خارج نطاق الشركة، ولو قلتلك إن الفلوس 10 أضعاف. قولي بس يا ريس هنروح إمتى، وإنت عارف أنا بحب المواعيد المظبوطة. وفي معرض خاص بالفساتين بتخرج شين بسحرها المداري ورا لبس السكرتيرة الممل، بيسرح في جمالها وبيتاخد. بيحاول يداري ده بتتفاجئ إنه اشترى كل حاجة في المكان ليها. بعد كده اهتمي بنفسك قبل ما توصلي للشركة. بابتسامة حب. يا ترى ده أسميه اهتمام؟ لا، سميه قرف من لبسك اللي وصلت بيه. الفلوس اللي هدفعها لدكتور العيون انتي أولى بيها. يا ابن الغدارة. طيب ما أنا كده هاخد وقت لبس ومكياج وكمان مواصلات. اعتبر إن ليكي عربية مخصوص. لو كده بقى ففي عربية سودا بتاعتك صغيرة، أنا عيني عليها من فترة. تمام زي ما تحبي. وفي الحفلة بينبهر الكل بجمالها، شايف الكل منبهر بيا. ما تتغريش، الكل منبهر لأنك قريبة مني، يعني أنا السبب. طب استأذن أنا في حتة لحمة هناك شداني. استني أنا هجيبها لك، خليكي هنا. في اللحظة دي بيشوف هيو حبيبها من أيام الجامعة. أوه اتغيرتي وبقيتي شخص مختلف تماما. نعم عايز إيه؟ شين انت لسه زعلانة؟ صدقيني اللي حصل وقتها غصب عني. أمي أصرت وبصراحة معاها حق، عيلتك ما تلقش بمستوى عيلتي. بتضحك وقتها باستهزاء. أنا اللي انفصلت عنك لأنك ابن أمك. طب قولي برأيك إيه اللي بتعمله في حياتك باختيارك؟ ده أنت حتى اللي أمك بتختاره. تخلينيش أوضح أكتر من كده. في اللحظة دي بيوصل تشو بيحس يوم من نظراته إنه ليه هيبة، وبيقرر يتعامل بلطف. أنا صاحب شين من أيام الجامعة. بتكسفه شين. أنا معرفش أمثالك. أنسة شين هو الكلاب لما بتتكلم حد بيرد عليها. أنا سمعتك وأنت بتقول إنها ما تلقش بيك. هو بيركز في عينيها وبيقول بفخر عندها 27 سنة، بتشتغل وبتصرف على نفسها وعلى أهلها، وأنت بقى عاطل وبتاخد المصروف من أمك. قولي بقى مين فيكم اللي ما يناسبش التاني؟ أيوة كده اديله على بوزه. وبصوت حاد بيقول أنسة شين سوبر ماركت عائلة يوت تلغي الإيجار الخاص بيهم، لأني هعمل مكانه حمام عام وأخلي الناس تنبسط. بتحس وقتها شين إنها لقت الراجل الحقيقي اللي قادر يحميها. بيحاول يو يترجاها تسامحه. بيتجاهل تشو كلامه. يلا الأكل هيبرد. تاني يوم بتجيب مساعد ليها لأنها خلاص ما بقتش قادرة تتحمل لوحدها كل الضغط ده، وبيسألها إزاي وقع عليها الاختيار. أنا ما وقعش عليا الاختيار، أنا ما كانش في حد غيري، وده بعد ما الكل اتطفش خوف من تشو. بس عارف أنا بسببه اتعلمت كتير، ده غير إنه كريم جدا.
بيطمنها المساعد إنه هيساعدها وهيتعلم كل الشغل بشكل سريع، وبكده تقدر تمشي بسهولة. بيجي الليل وبتقابل سو اللي بتسألها وصلت لإيه. ولا حاجة. تمام، دي فلاشة عليها كل اللازم، وخديها وادعيلي. شين يا بنتي، انت بقيتي في حالة ميؤوس منها. وفي الأوضة بتبدأ تفتح الفلاشة، بس الغريب إن مفيش صوت. ليه؟ انت وقتك تعطل. وعند تشو بيخرج من الحمام على أصوات غريبة مالية المكان، وده لأن السماعة الخاصة بجهاز شين نسيت تفصلها. بيحاول يكتم الأصوات. يا فضحتي شين، ده انت يومك اسود. لا، ده باينه كده صامت، مش مشكلة. بيقاطع اللحظة صوت خبط الباب. آنسة شين، انتي بتشوفي ايه؟ أنا؟ فيلم العالم الحيوان. والفيلم ده صامت مش كده؟ انت عرفت ازاي؟ لأن البلوتوث متصل والصوت كله عندي. ها، لسه بقى مصرة انه عالم الحيوان؟ بتنهار. كل ده بسببك، انت خنقتني لدرجة اني مش عارفة اقعد مع نفسي. انت لازق كده في كل حاجة. يعني انتي شايفة ان اللي عملتيه عادي وانه انا اللي غلطان؟ ايوه غلطان. وبتقفل الباب في وشه. بيجي الليل وبيحس باليأس وبيفتكر كلامها. يعني انا بقيت منتهي الصلاحية. وبيبدأ يعمل رياضة على امل انه يرجع من تاني. تاني يوم بيتفاجئ بيها. سيدة شو، محتاجة رأيك في الإعلان ده. مطلوب حبيب وسيم صغير كيوت طوله 180 سنتي. بيحس وقتها بالغيرة. آنسة شين، مش مضطرة تشوفي الغريب. دوري في الشركة هتلاقي اللي يناسبك، وهو اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش. بيرمي الكلام يمكن البعيدة تفهم. قصدك السيد جون؟ بس ده عجوز، يعني ما جاش في بالك غيره. بس لقيتها، ليلي في قسم المشتريات. شاب وسيم وصغير، بس للأسف مالوش في البنات. بيقف قصادها يفرد عضلاته ويعرض الطول والعرض والارتفاع، يمكن تفكر وتفهم. طب فكري تاني يمكن تلاقي. بتقرب بمكر. انت تقصد المساعد الجديد مش كده؟ شين، اخرجي بره وحالا. في اللحظة دي بتوصل الأم. ايه يعني ابني مش راضي يرد على اتصالاتي، لازم اجي لحد عنده؟ ببرود بيقول. امي انا مش حابب تضييع وقت، مشغول كالعادة. يعني عموما دي بنات انا جهزتهم، شاور بس على اللي تعجبك وهتكون ليك. طب نظرة واحدة خد فكرة واشتري بكرة. يعني مفيش فايدة؟ طيب قولي ايه المواصفات اللي عايزها. امي ما تتعبيش نفسك، انا عامل على صحتك، لو حابة اني اختار جيبيلي على الاقل 500 واحدة، يمكن أعرف أقرر. بتخرج من عنده وهي مش طايقة نفسها. بتقابل تشين وبتسألها يا ترى تشولي أي علاقة بأي ست؟ يعني مفيش، كله شغل شغل. ده أمره عجيب. حار اسود، لا يكون منهم. وبتطلب منها تراقبه. خدي دول ليكي. وبتمشي وعقلها شايط من كتر التفكير. بيجي الليل وبيوصل صاحبه ومعاه العشاء، أكلة لوز اللوز. آسف آسف، ما كنتش أقصد. في اللحظة دي بتراقب شين بتصدم من القرب. لا لا، أكيد شايفة غلط. طيب اخلع قميصك. وهنا بتحس شين إنها فرصتها وجات لحد عندها وبتصور كل حاجة. تاني يوم بتوصل الأم. ها، إجابك المرة دي؟ جايب ال500 اللي طلبتهم. بيحس باليأس وإنها مصرة وبيقرر يكذب عليها. بصراحة أنا ماليش في الستات. كنت عارفة، علشان كده جبتلك وش القفص. بيقرب منها بحب. أمي أنا مش كده، كل الحكاية إني عايز أعيش الحب وأكون زيك أنتي وأبويا. بدموع بتقول أنا عارفة إنه من بعد أبوك أنت بقيت المسؤول، بس يا حبيبي أنت إنسان ولازم يبقى لك حياة. عايزة لما أمشي وأروح لأبوك أبقى مطمنة عليك. والأول مرة بيقرر يعترف. في الحقيقة أنا واقع في الحب. وعندي شين بتتفاجئ بالأم اللي بتقدم لها الهدايا بشكل مبالغ فيه. وشوفي الكرسي ده علشان يريح فقراتك. طبعا شين فاكرة ان كل ده مقابل الصور اللي بعتتها غلبانة. وقصاد الشركة بتلاحظ سوء المساعد. يا مري، بقى عندك ده وحيرانة، انا لو منك اتبت فيه. وبتقول برئة مصطنعة لو ما فيهاش ازعاج ممكن توصل شين لبيتها، العربية عطلت ويا ريت لو تصلح لها سخان المية. عيطل هو كمان. بصوت هادي بتقول شين بغيظ انتي بتقولي ايه؟ انتي تعرفي بيتي اكتر مني. اخرسي وانتهزي الفرصة. كل ده وتشو واقف. والله يعني شايفة انه مناسب. طب ما انا اهو، وكان ممكن تطلبي مساعدتي.
وفي البيت بتقف متوترة وبتسأل سو تتصرف ازاي في الموقف ده. بتطلب منها تحاول تبينله أنوثتها، وبكده هيقع من أول نظرة وهوبا. أنسة شين، مالك انتي اتشلتي؟ وبهدوء بيقول أنا عيلتي متخصصة في الطب الصيني، ومن خلال خبرتي في عدد ساعات الشغل في الشركة أثرت على الفقرات. تحبي أعالجك؟ فعلا انت معاك حق. وعند تشو بيحس إنهم اتأخروا. لأ، كده كتير. بيقف يلمع أوكر بيسمع أصوات غريبة. بقى كده، ده انتي يومك اسود. بيفتح المساعد الباب بيزقه وبيدخل هو شايط. ياه، الواحد حاسس براحة. بتفتح عينيها بتلاحظ وجوده. كنتوا بتعملوا ايه؟ بتفتكر من 5 دقايق. 1 2 3. بيحس وقتها تشوف الإحراج. يعني انت بتفهم في المساج. ببرود بتقول سيدة شو في حاجة؟ في شوية شغل. حبيبي انسى، أنا وقتي خلص. بيركز على المساعد بغيظ. بس أنا مش عايزك انتي من الأساس. وعند تشو بيتفاجئ المساعد بكمية الملفات. كل دول يخلصوا الليلة. بيقول وقتها المساعد بهدوء أيوة السيدة شو، بس الملفات دي خلصانة. ما أنا عارف تتراجع، وإيه المشكلة؟ لسه الليل طويل. تاني يوم بتتفاجئ بيه وعيونه بقت شبه الباندا. الريس طلب مني أراجع ملفات الشركة لشهر قدام، وواضح إنه فاضي. بيتفاجئ بيه قصاده، وكل ده لأنه رافض قربه ونشين. أنا عايزك تروح للشركة المنافسة وتجيب لي التنازل عن المشروع الجديد، وإياك ترجع من غيرها. علم وينفذ. بتقول وقتها شين ببرود يا عيني عليك، دي حلاوة البدايات، كنت زيك كده زمان. بيمر الوقت وبيوصل وهو متدشدش. آنسة شين، المدير طردني وقال لي لو جيت هنا تاني هأكلك الكلاب. تمام، وسع لي بقى كده. اطلب لي عربية. انت عارف الحامل ما تقدرش تمشي. بيتصدم. حامل؟ وعند تشو بيقرب القهوة وهو برجل واحدة. بيسأله ببرود فين شين؟ شين راحت للشركة، أنا خايف عليها. تليفونها اتقفل فجأة. وعند المدير الخاص بالشركة المنافسة بيوصل الحارس اللي بيقول باستهزاء شركة تشو غيرت الصنف المرة دي وبعتلنا الست. حبيبي بقى بعد اللي بينا وابنك اللي كلها أيام ويجي للدنيا تتخلى عني؟ نعم السكرتيرة شين، خليني بس ارتاح. حبيبي انت قلت انك هتعترف بعلاقتنا قصاد الكل. بعد ما أخدت غرضك مني هتتخلى عني؟ في اللحظة دي بتوصل مراته وبتديله على بوز قصاد الكل. بيحاول يقنعها انها مش عشيقة، دي سكرتيرة تشو وبتمثل بس. فبتديله على بوزه أنا لازم أتطلق. بينزل وقتها المدير على الأرض وبيترجى شين تقول الحقيقة. خلاص حاول المبلغ المطلوب واتنازل، يمكن أفكر. أهو حولت أهو. أيوة كده، ما كمل أول. مادام، أتمنى لك جوازة سعيدة. وكل ده وتشو مراقب ومنبهر كالعادة بجنونها. وقصاد العربية بيعبر المساعد عن انبهاره بيها. كنتي مريبة. ما تقلقش هعلمك لو حابب. بيحس وقتها تشو بالغيرة. انت بتعمل ايه هنا؟ غور يلا على الشركة. بقيتي شاطرة وبتعرفي تعلمي. أمال أنا تربيتك. وبتفتكر أول مرة ليها في اجتماع وطلب واحد من المسؤولين إنها تشرب علشان يتمموا الصفقة. بيرفض وقتها تشو وبيلعب على نقطة ضعفه. مش ده ابنك الحيلة؟ تخيل صورة تنتشر، أسهم شركتكم هتوصل لكام؟ من اللحظة دي إياكي تخلي خصمك يلاحظ نقطة ضعفك. خليكي دايما سابقة بخطوة. بتفوق شي من ذكرياتها وهي بتقول بابتسامة مستفزة انت هنا بقى علشان ايه؟ تطمن على المساعد؟ شكلك وقعت في الحب. بيحس وقتها بالحزن. انت بجد شايفاني كده؟ سيدة شو، مرت سنين كتير وانت ما فيش ليك اي بوادر تبين غير كده. انا برأيي خليك في صاحبك جون، المساعد الجديد لسه صغير. بيقرب منها وبيقول بهمس ولو قلتلك اني مش محتاج غير اني اكرر الليلة من تاني. بتتوتر يا ابن الغدارة. بيقطع نظراتهم اتصال من المستشفى. اللي بيعرفوها انه خلاص ميعاد عملية الجدة اتحددت، ومش مطلوب غير انها تكمل الاجراءات. تاني يوم وفي الشركة وسط حضور الكل والصحافة لأكبر مشروع خاص بتشو. بتوصل مرات الأب اللي بتحاول تقلل منها قصاد الكل. بعد ما ربناكي آخرتها تنكري الجميل وترمي أخوكي. وبيبدأ الكل يتكلم. بسبب السكرتيرة رئيس هيخسر أهم مشروع تعب عليه لسنين. ورغم قوتها إلا إنها أول مرة تحس بالخوف. بهدوء بتحاول تتحكم في الموقف. خلينا نتكلم بره. وقبل ما تقرب بتديها على بوزها. بيقرب المساعد اللي بيقول بتحذير إياكي تقربي من شين.
انتي ما تعرفيش أنا ممكن أعمل فيكي إيه. هتعمل إيه يعني؟ انتي حتة سكرتيرة ولا تسوي. خلينا أشوف مديرك إزاي مشغل أمثالك. بيوصل وقتها تشو بتحس شيء بالخوف. أنا أسفة، هنخرج من هنا حالا. استني يا حراس، امسكوها. خدي حقك، سمعتي؟ خدي حقك. بيقرب منها وبيقول بصوت حنون، لو ما كنتش هنا هتسمحي لحد يقلل منك؟ لا، ده بس لأن اليوم مهم ليك وللشركة، بس مفيش أهم منك عندي. وبيأمر الصحافة تحذف اللي اتسجل لو حابين يخرجوا من الشركة على رجليهم. بيجي الليل وبتسهر مع سو علشان تداوي جرحها، وبعد لحظة من الصمت بتقول، أنا شكلي كده وقعت في حب المدير. نهار اسود، هي رجالة خلصت، ما لقيتيش غير ده. ويا ترى ايه عاجبك فيه؟ وسمته ولا شياكته ولا بتسرح في لحظاتهم سوا؟ الحقيقة إن الحنية هي الوحيدة اللي شدتها، اهتمامه بتفاصيلها، كان ليها راجل قادر يحميها. بتفوق من ذكرياتها وهي بتقول، أنا عارفة إنه بارد وقاسي وابن 60 في 70، بس روحي روحي روحي. بتحاول سو تقنعها إن العلاج جاب نتيجة عكسية، وإن كل ده لخبطة هرمونات مش أكتر، والعرة بتقتنع. بتمر لحظات وبيوصل تشو، أنا هنا علشان أداوي الجرح. ما أنا حطيت تلج وبقيت أحسن، بس أنا قلت إن هداويه. خلاص يا ريس، اعمل اللي تحبه ولا تزعل نفسك. في اللحظة دي بيوصل لها رسائل من الموظفين اللي بيتريقوا على اللي حصل. ما كناش نعرف إن شين عندها عايلة بالشكل ده. بيحس وقتها تشو إنها محرجة فبيطمنها، مش لوحدك، أنا كمان عيلتي أسوأ بكتير. تخيلي اليوم اللي فارق فيه أبويا الحياة، بدل ما يحزنوا عليه رنوا بعض علقة علشان الميراث والفلوس. ومن وقتها وأنا لوحدي أنا وأمي. بتفهم وقتها شين هو ليه بالشكل ده. شكل كده كل اللي في حياتك عقارب. مش الكل، أنا برضو منكرش الحلو اللي في حياتي. وبيفتكر اللحظة اللي خسرت فيها الشركة وتخلى عنه الكل حتى الموظفين. وقتها كانت الوحيدة اللي بقت، على فكرة أنا واثقة فيك، ومعاك شهرين سيدة شو تثبت لي شطارتك، وأنا وعدك إني قد الثقة. بيقاطع تفكيره صوت اتصال المساعد، أنا اشتريت لك تلج. لا لا، مفيش داعي. بيقول وقتها الشغل نفسه بغيظ، واضح إنهم بيتكلموا بعد الشغل. يعني أنا دلوقتي بقيت الطرف التالت وبيسيبها وبيمشي. ماله ده؟ هرموناته متلخبطة هو كمان. تاني يوم بتروح للمستشفى وهي متعصبة، أنا سمعت كلامك ونفذت التعليمات بس مفيش فايدة، كل حاجة زفت زفت. بتتفاجئ بالمساعد، أنت بتعمل إيه هنا؟ أنا جيت علشان أشوف جدي، هو صاحب المستشفى. بتقول وقتها أسلوب مكر، انتهزي الفرصة واستغليها واطلبي قربه. اسكتي انت يا وش المصايب. بيقاطع كلامها بقربه، بس أنا عايز ده، أقصد إني معجب بيكي. إذا كان بقى فيها حب فاستأذن، أنا عندي حساسية منه. بتتوتر شين، حب إيه بس، ده بيهزر. بس أنا بحبك بجد، من أول يوم ليا في الشركة أنت كنتي دعمي وإلهامي الوحيد. بس أنا بيلاحظ خوفها فبيطمنها، أنا مش هقرب غير برضاكي، والوقت اللي تحبيه، غير كده إحنا هنفضل أصحاب. وفي المول بتتسوق معاه وبتنزل الصور اللي بيشوفها تشو بيتجنن. وعند المساعد بيعرض عليها أنواع الأكل، تحبي أطبخلك ده؟ لأ، طعمه ممل وما بتحبوش. بتتفاجئ بوجوده. سيدة شو بتعمل إيه هنا؟ شغل. طيب نستأذن إحنا. بيبدأ المساعد يختار، ومع كل اختيار بيرفض تشو يعكنن عليهم اللحظة. بتنهار شين، أنا مش عايزة حاجة، أنا همشي. استني. وبيقرب منها وهو مركز في عينيها. شين، ما فكرتيش لي مرة واحدة ايه السبب اللي خلاني ما فكرش ان ادخل في علاقة حب؟ هو انتي. وبخطوات ثابتة بيحاصرها بمشاعره، انتي البنت اللي اخدتني من اول يوم شفتها فيه. ومن توهانها بيحس المساعد انه ملوش مكان، فبيقرر ينسحب. طب انا هستناكي بره. لا لحظة. بيقف قصادها وبحزن بيقول، هو ده ردك على اعترافي؟ انا اسفة بس انا محتاجة امشي. بيجي الليل وكلامه مسيطر على عقلها ورافض النوم. بتقرر تروح له علشان تواجهه وبتتفاجئ انه مستنيها. سيد تشو بيحاصرها من غير كلام. شين، لسه شايفة ان قربي ليكي مش كفاية، خلينا نحاول مرة تانية. لا مفيش تاني، بس انا هاخد ده من غير اذنك. وكان هناك المزيد والمزيد والمزيد من الفراشات يا عبد الصمد. تاني يوم بيسألها لو لسه بتحب المساعد، بتسرح في ليلة امبارح. أنا أسفة بس أنا بحب شخص تاني.
بيقول وقتها بهدوء: أنا عارف ده من البداية، بس القلب ملوش سلطان. عموما أتمنى لك حياة سعيدة. بتفوق من ذكرياتها على صوته: يعني انتي بتحبيني؟ اه، بس لو لقيت مفيش منك فايدة هسيبك. تعالي بس وهوبا. لا، لحظة، خلينا نتفق. احنا في الشركة أغراب، وانت المدير وأنا السكرتيرة. ايه يعني أفهم من كده إنك مش هتستقيلي؟ بس مفيش شغل إضافي، انساه. مفيش مشكلة، خلي الإضافي عليا. وفي الشركة بيحاول يتعامل طبيعي، بس قرب المساعد بيجننه وبيقرر يكلمها: أنا عايز شين. بيقولوا وقتها الموظفين بحزن عليها: هي كده شين دايما متحملة البهدلة، أكيد دلوقتي بيعاقبها. وهو فعلا كان بيعاقب، بس زيادة حبتين. في اللحظة دي بيخبط الباب: أوه هوبا. آسفة يا سيدة شو، سرحت. حتة كرافتة مش عارفة تربطيها؟ ستات آخر الزمن، اخرجي برا. بيمر الوقت وبتتجمع البنات تسألها عن سبب الإشراقة المفاجئة لوشها. وشك بقى ينور في الضلمة، أكيد وقعتي في الحب. يا ترى من جوه الشركة ولا من برا؟ بتحاول تتهرب بس بتصدمها واحدة من البنات: ما تحاوليش تنكري، أنا شفت بعناية وانتي بين إيديه، يعني مفيش مفر. أيوة يا جماعة، أنا فعلا وقعت في الحب. وقبل ما تكمل كلامها بينادي المساعد: شين، في شخص عايزك. حمامة بتتفاجئ بيو اللي بيطلب منها تتركض شو يرجع السوبر ماركت، والمقابل يقبل يتجوزها، فبتديله على بوزه. في اللحظة دي بيوصل تشو: ترجع لمين يا حلو؟ بيحاول يو يتعامل برسمية: سيدة شو، ده موضوع خاص بيني وبينها. معاك حق، بس ده لو كنت المدير، أنا هنا حاببها. بيحس يو وقتها بالغيرة: شين فوقي، انتي مش من مستواه، شوية وهيزهق ويرميكي. وانتي معايا يا أمي رفضتك، ما بالك بيه هو وبمكانة عيلته. خلصت كلامك؟ أنا عندي ليك شغل حاسس هيليق بيك انت وأمك. تنضفوا الحمام؟ وما تقلقش، هراعيك في الفلوس. بيحس وقتها يو بالإحراج وبيمشي، وبتتفاجئ وقتها بطلبة شو: شين، أنا عايزك تبقي مراتي رسمي. سيدة شو، انت وسعت منك حبتين. بيكلم الأم: حضري للعشاء، أنا جايب لك العروسة معايا. أيوة كده، اديني في التمسك. وفي قصر شو بتستقبلها الأم بحب، عكس العمة والعم اللي بيتعمدوا يقللوا منها ومن مستوى عيلتها. بيقولوا وقتها تشو ببرود: الله يرحم، قبل ما أبويا يأسس الشركة، واحد كان فران والتاني ميكانيكي. انتوا شايفين نفسكم على ايه؟ لايك. بتتعمد العمة تقلل منها: بس أنا سمعت إن هرموناتها بايظة واحتمالية إنها تخلف صفر، ليه تتجوز واحدة زي دي؟ إحنا عايزين وريث. في اللحظة دي بتحس شين بالقرف، وكمان بتعرفي من كلامي. أسفة يا عمي، انت كلامك يقلب البطن، بس ده حصل غصب عني. بتوصل الدكتورة اللي بتكشف عليها وبتقول بابتسامة: مبروك، المدام حامل. بتتصدم شين: مستحيل، أنا ما بخلفش. إزاي بقى انتي حامل في شهرين؟ بيقولوا وقتها تشوف فخر: كنت عارف إني ساحر. وفي الشركة بيتفاجئ الموظفين بالمكافأة اللي جت من غير سبب، ووسط فرحة الكل بتوصل شين وبتقول بسعادة: الليلة أجازة. بتمر الشهور وبنشوف شين بعد ما خلاص اتجوزت. سكرتيرة شو: أمرك، تعالى شوف هنتغدى ايه النهاردة علشان تطبخه. حبيبتي، تحبي تاكلي ايه؟ قولي اللي عندك وانا هختار. وفي نص الليل بيتفاجئ بصوتها: سكرتيرة شو، ها، أنا هو، أنا عايزة أكل آيس كريم. أكيد أكيد، علم وينفذ، نستنى بس للساعة 7 يكون المحل فتح. أنا قلت إني عايزة آكل آيس كريم، اتصرف. طب اهدي، أنا هروح أقف قصاد المحل لحد ما يفتح وارجع بيه. بيمر الوقت وبترجع شين بتلاحظ وجود تشو مع ابنهم بيراعيه. السكرتير الشطور ده محتاج مكافأة. بيشدها بين ايديه بحب: لو هتعتبريني سكرتيرك وتفضلي تحبيني كده، فأنا هبقى للأبد يا سيدة شين. اتفقنا. وكان هناك المزيد والمزيد والمزيد من الفراشات. وأخيرا لو وصلت معايا لهنا ما تنساش لايك واشتراكك في القناة، وأشوفكم الفيديو الجاي. سلام.